نعود إلى مفادة فرانس 24 في الدائرة 18 التي تعرضت اليوم لهجوم عندما حاول مسلح بسكين الدخول إلى مديرية الأمن في الدائرة. تاتيانا، أهلا بك. ماذا لديك في هذه الأثناء؟ أهلا. نعم، بداية عزيزة، ما زال الطوق الأمني مفروض هنا حول شارع لاغودا، يعني في الحي طوق أمني إذن مع وجود كثيف لعناصر من الشرطة وكذلك الدفاع المدني. ويعني في الإشارة إلى مسألة السكين، بحسب العديد من الصور التي رأيتها شخصيا إن كانت أفلام أو صور، لا نرى سكين في يد الشاب الذي إذن قتل على يد الشرطة. معي الآن شاهد عيان إذن كان موجود عند وقوع الحادثة، لا يريد الإفصاح عن اسمه. أهلا بك. إذن أين كنت وماذا رأيت تحديدا؟ أنا كنت إحدى الكوميسارية، كنت نحكي مع واحد نتكلم معاه، ومن بعد سمعت واحد يعيط، دورت راسي شفت واحد باش يدخل بغى يدخل الكوميسارية وتز مهم بوليسي تزه، ومن بعد هز السلاح ضربوا زوز حبات، ضربوه كانوا زوز اللي يعسوا في الباب تاع البوليسية، ضربوه بزوز حبات، هو طاح ما بغى ينوض، زادوا له حبة. زادوا له حبة. من بعد الشرطة نتاع الكوميسارية بداوا ينزلوا كامل، نزلوا يعيطوا بعدوا، وانا بغيت نصور وغلطت ما ضميتش باش يسجل التليفون تاعي. ومن بعد هل كان هذا الشاب مسلح؟ ما كانش، ما شفتش سلاح انا في يده، ما شفت حتى حاجه. ومن بعد هما الشرطه نزلوا وقالوا بعدوا السيفيل قالوا شفنا عنده خيوط، واحنا كنا ما شفنا حتى حاجه. ومن بعد طلعت وسجلته من الدار، ما كان عنده حتى حاجه السيد. شكرا لك. إذن عزيزة، هذا ما لدينا حتى الآن. أكيد ما زلنا ننتظر نتائج التحقيق، وكما سبق وذكرنا يعني منذ وقوع هذا الحادث في البداية إذا ظنت الشرطة بأن هذا الشاب ربما يرتدي حزاما ناسفا، وهذا إذن موضوع يعني بالتالي يعني تأكدت من أنه لم يرتدي أي حزام ناسف. شكرا جزيلا لك تاتيانا مسعد. نتحول